بتحبي الألماظ؟ نفسك تشتريه؟ هقولك 4 حاجات تخلي بالك منهم عشان تشتري الألماظ صح وكمان تكسبي منه، واللي بيسميهم عشاق الألماظ الفور سيز. بس الأول أنا سلمى الأزاز وده علم الجيب. أول سي هي الكات. طريقة تقطيع الألماظ بتحدد سعره وقيمته، وبتتقسم ل4 درجات: قطع ممتاز وجيد جدا وجيد وأقل من جيد. وطبعا كل ما كانت درجة التقطيع أعلى كل ما كان الألماظ مقاساته مظبوطة وبيلمع أكتر. تاني سي هي كلاريتي الحجر، يعني درجة نقائه. أكتر حاجة لازم تخلي بالك منها لأنها بتفرق جدا، ده اللي بيقيس نسبة الشوائب جوه الألماظ، وكل ما تقل أكيد قيمة الحجر بتزيد. أعلى درجات الكلاريتي هي الاي اف وأقلها هي الاي 3. ثالث سي هي الكارات ويت، وزن الحجر، وده عنصر فاصل في قيمته، بيتحسب بالإيرات، والإيرات بيساوي 1/5 جرام. والأحسن إنك ما تشتريش إيرات مقفول لأنه بيفرق جدا في السعر. يعني وانتي بتشتري قولي للسايغ مش عايزة إيرات مقفول، عايزاه 0.9، وهقولك ليه في الكومنتس. رابع سي هي الكالر. الألماظ معروف إنه كل ما كان شفاف أكتر كل ما كان نقي أكتر. أعلى درجة فيه هي دي، ودي بتكون من غير لون خالص. أما أقل درجة فهي زي، ودي بتكون مايلة للإصفرار شوية. الخلاصة إن كل ما كان الألماظ مقطوعة بطريقة أحسن ودرجة نقائه عالية، وزنه أكبر وشفاف أكتر، كل ما زاد سعر وقيمة الحجر اللي معاكي. لازم وانتي بتشتري تاخدي شهادة مكتوب فيها كل التفاصيل دي. الشهادات دي بقى ليها أنواع كتير، أشهرهم GIA و HRD. قوليلي في الكومنتس اتضحك عليكي في شراء الألماظ قبل كده؟